يو شباب، معاكم ادم. هذه حلقه جديده من حاجات التوانسه متميزه فيها وانت ما تعرفهاش. في الفيديو متاع اليوم باش نحكيو على حاجه بالرسمي متميزه برشا. يلا نبداو. باهي ركز معايا. تخيل انه الهواء اللي قاعدين نتنفسوا فيه يدخل في ماكينه يطلع ماء، الماء ذايا صالح للشرب. هذا بالضبط اللي عمله المخترع التونسي ايهاب التريكي، هو والليكيب نتاع الشركه نتاعو كومولوس. اخترعوا ماكينه تحول الرطوبه اللي موجوده في الهواء الماء صالح للشرب. الناس الكل نعرفوا ان العالم العربي يعاني من نقص شديد في الماء. في العالم بصفه عامه فما اكثر من مليار انسان ما عندهمش ماء صالح للشرب. فالاله العجيبه هذه واللي اسمها كومولوس واحد قادره باش تنتج بين 20 و 30 لتر ماء كل يوم، واللي على فكره راهي تخدم بالطاقه الشمسيه، وهذه حاجه صديقه للبيئه على الاخر. المخترعين تاع كومولوس واحد يطمحوا باش انه الاله هذه تولي تتباع في المغرب والجزائر وتونس والسعوديه والامارات. اما علاش في البلايص هذه بالتحديد؟ على خاطر كومولوس واحد معمول بالذمه باش انه يخدم في المناخ تاع المنطقه العربيه، واللي هو في اغلب الوقت يكون سخون ورطب. كتونسي هل انك تشري الماكينه هذه وتولي تستعملها كل يوم ولا؟ خلي لي اجابتك في الكومنتات ونتلاقاو في فيديو جديد على الواو تونس.